بعد ما تفكري وتقرري مش هتلاقي الحل غير عندي أحسن أصناف لترتيب أي عزومة. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، ويلا بينا نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي، والعزومة دي تكفي أفراد كتير بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي تعمليها وانت مرتاحة، وازاي الخطوات تبقى صح. ولا بقى خشيلي على شوية المكرونة اللي باللحمة المفرومة، مش هتلاقي طريقتهم حصري غير عند الشيف هدير، وكل حاجة هتعمليها بترتيب، وينفع تطلعي كمان إطعام من الأكل ده. اذكروا الله وصلوا على الرسول، ويلا بينا نبدأ. عندي هنا أول حاجة الشيش. تمام، عندي هنا وراك مخلية ومغسولة. لو انت ما بتعرفيش تخلي الوراك هتقولي للفراخجي اعملهم لي شيش. تمام، هيشيلك اللي هيخليلك الورك من الجلد والعظم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انت بقى هتاخديه في البيت بقى بالدقيق والليمون والملح، وتظبطيه كده وتغسليه غسلة نظيفة وتصفيه في مصفى. يلا بينا بعد ما قطعناش بالشكل اللي انتوا شفتوه هنعمل التتبيلة. انا هنا هتبل حوالي 8 او 9 وراك. تمام، عندي هنا بصلاية كبيرة ويفضل ان هي تكون حمراء، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم البرطمانات، هنحط عليهم علبة زبادي. تمام، هحط عليهم معلقة كبيرة من العسل الأبيض، ودي اختياري ولكن بتدي لون للفراخ تحفة جدا، يعني امشي معايا واحدة واحدة. هحط عندي هنا نص كوباية من الزيت. تمام، زيت الطعام اي زيت عادي. هحط بقى فلفل اسود، وهحط شوية 7 بهارات، وهحط شوية من توابل الفراخ بتتجاب من عند اي عطار، وكمان هحط شوية من الملح، معلقة من الثوم البودرة على البصل البودرة، ومؤخرا الملح. وهي دي كل التوابل اللي انا هستخدمها. شايفين التتبيلة سهلة وبسيطة. هقفل الكبة بتاعت الهاند بلندر وهبدأ اضرب الخليط. تمام، بعد كده بنزل بالخلطة بتاعتي على الشيش طاووق او على الفراخ بالشكل اللي حضراتكم شايفينها دي. حاجة كده اللهم بارك، تتبيلة من ورا الخيال، واخدة بقى تعب وشغل سنين بفضل الله. حصري بس عندي انا تتبيلة الشيش دي يا جماعة. تمام، هبدأ أتبل الشيش، هلف الصينية بستريتش وهسيبهم في التلاجة لحد تاني يوم. عندي هنا بقى فلفلاية كبيرة ألوان متقطعة حوالي وزنها ربع كيلو. عندي هنا فلفلاية حمراء أختها، يعني هنجيب فلفل أصفر وأحمر حوالي نص كيلو. اللي حابب يحط فلفل أخضر يحط، وأنا ما بحبش الفلفل الأخضر في الوصفة دي. تمام، عندي عصيان ستيكس، دي بتتجاب من اي محل ادوات منزليه، ولازم ننقعهم في ميه قبليها. عندي هنا بصل احمر للتزيين، وينفع برضو البصل الابيض. هترصي الشيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شيش الفراخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها. وهنا طبعا اعتمدوا على الفيديو، اعتمدوا على النظره في الفيديو عامله ازاي. هنسيخ بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله شكل السيخ عامل ازاي، اللهم بارك. كمان هنسويه بطريقة سهلة جدا وبسيطة يا حبايبي. بصوا هنا بسيخ، بحط بصل، بحط قطعة فراخ، بحط فلفل، بحط فراخ، بحط بصل تاني. والمهم يعني تظبطي السيخ وتشكلي السيخ على مزاجك بالشكل ده. تمام، بالنسبة بقى انت لو عندك عزومة، تمام، انت بتوضبي من قبلها بيوم الحاجات دي. ليه؟ تاني يوم خلي دايما تاني يوم العزومة يكون للتسوية، يعني عشان خاطر يبقى عندك وقت كافي ان انت تظبطي امورك. حطيت عصيان الشيش كده كله في صينيه بالشكل ده، وحطيت له شويه زيت صغننين تاني. وهنا عملت سمبوسك بالجبنه لفتها. انا بلف جبنه موتزاريلا على ميكس على جبنه براميلي بالفلفل. تمام، دي بعملها حشوه السمبوسك. تعالوا لي هنا بقى، حلة فيها مية بتغلي على النار، نزلت فيها بملح، ونزلت فيها بمعلقة كبيرة من الخل. وعندي هنا كيسين مكرونة، هبدأ ان انا اكسرهم على 3. تمام، مكرونة تكون حوا الملكة، انا بستخدمش الا النوعين دول. تمام، حابة تعملي مكرونة سايبة من عند العطار برضو ده اختياري، ودي برضو حاجة ترجع لك. تمام، هنكسر المكرونة كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهسلق المكرونة 3/4 تسوية. 3/4 تسوية حبايب قلبي. لو وصلتي معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على رسول الله، وادعوا لنا كده دعوة حلوة من قلبكم، ربنا يرزقنا جميعا بزيارة الكعبة عاجلا غير آجلا، اللهم امين، ولكم بمثل هذا الدعاء. بعد كده بقى صفيت المكرونة. تعالي لي هنا بقى على الحلة،
جبت الحلة حطيتها على النار بالشكل ده. بعد ما صفيت المكرونة حطيت فيها كمية حلوة من الزيت، وحطيت فيها معلقة من السمنة. لازم اسخن المادة الدهنية والحلة بتاعتي كويس قوي. نزلت بنص كيلو من اللحمة المفرومة. انت هتعملي ايه كده يا شيف هدير؟ انا هعمل مكرونة اللي هي بتتسمى بولونيز باللحمة المفرومة. تمام. بصوا هنبدأ ان احنا بقى نقلبها. اول ما اللحمة عندي اتشوحت نزلت ببصلتين، تمام، وحطيت عليهم 3 4 فصوص توم، بيدوا نكهة وتست حلو قوي للحمة. تمام. هبدأ اشوح كل الحاجات دي. ودي طريقة البولونيز يا جماعة، اللي هي المكرونة باللحمة المفرومة. دي تغيير بقى، لو مش عايزة تعملي بشاميل بقى وحاجات من دي. بعد كده بقى ببدأ بقى احط الاضافات. بحط بقى ايه 7 بهارات. بحط فلفل اسود، 7 بهارات فلفل اسود. بحط شوية من الشطة، ودي اختياري. وعايزة اقول لكم ان انا خلطة مع البصلة بتاع دوت قرن فلفل حامي. وحطيت شوية من الملح. هبدأ أشوح هنا بقى، تطلع لك ريحة اللحمة بقى بالتوابل، حاجة كده اللهم بارك. تمام. هنا بقى بروح نازلة ب3 معالق كبار من معجون صلصة طماطم الجاهزة. ببدأ أقلب برضو اللحمة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبروح هنا بقى نازلة بطماطم مضروبة في الخلاط بالشكل ده. تمام. هنزل عليهم بشوية من السكر، وهحط عليهم شوية من مرقة الدجاج. هحط مكعب مرقة دجاج، بيدي طعم حلو قوي. هبدأ بقى اغطي عليها واسيبها كده على نار هادية لحد ما ايه، ما تبدأ ان هي تتسبك كويس. هنا بقى عندي الشيش انا سويته في الفرن. ولعت الفرن تسخن على الشبكة وفتحت المروحة، وسويت الشيش زي ما هو في الصينية كده. دي اسهل طريقة. بصوا هنا بقى حطيت الصينيتين على بعض، وبدأت بقى ان انا ايه انزل بالصوص. حطيت فحماية لان انا عايزة اديله ريحة الكباب. تمام. فدخنتها كده بالشكل ده. هنا بقى دي كفتة حاتي. صبعتها احطها برضو تستوي ولا اي حاجة. وبعد ما تخلص هعمل لها فحمة برضو، هسويها في الفرن. هنا بقى كنت بقلي السمبوسك. والسمبوسة تقليها قبل المغرب بربع ساعة. يعني المغرب يكون كده قرب خلاص، تقلي السمبوسة بتاعتك. لازم يا جماعة عشان السمبوسك ما تشربش معاكوا زيت، تنزل على زيت سخن درجة حرارة متوسطة. للناس اللي بتحبها مقلية، انا عملتها معاكم في الاير فراير وعملتها معاكم في الفرن. تمام. الطريقة المريحة اللي تناسبك اشتغلي بيها. تمام. اعمليها على طريقتي كده، مش هتشرب منك زيت ابدا، استحالة. تمام. هنبدأ نديها اللون الذهبي القمر ده ونطلعها. يلا هقلي بقى باقي الكمية بالشكل ده. وكده هبقى خلاص خلصت. خلصنا وخلصنا يا عم الحاج. هنا بقى عندي هنا بقى ايه الصلصة اتسبكت. طبعا انا كنت الكاميرا اتفصلت مني في الحتة دي وانا بنزل لكم المكرونة على الصلصة. للأسف مع ربكتي كنت فاكرة ان الكاميرا شغالة والله، بس يلا حصل خير. بعد كده بقى الصلصة اتسبكت بقى الصوص باللحمة المفرومة. رحت نازلة بالمكرونة بديها تقليبة كده. وبسيبها بقى ايه على نار هادية بغطيها لحد ما تاخد ربع السوا الفاضل. وتبقى المكرونة معايا مفلفلة كده وزي الفل. وحاجة كده اللهم بارك. استاهل بقى كم من 10 في الفيديو ده. وكل سنة وانتم طيبين وبخير. ودعوة حلوة ليا من قلبكم. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. وقولي لي بقى يا شيف هدير تستاهلي كم من 10. بحبكم في الله يا أحلى متابعين في الدنيا. ما تنسوش المتابعة والاشتراك لصفحاتي. لايك وشير للفيديو. قولوا لي بتتابعوني منين عشان ده بيبسطني قوي. وكل سنة وانتم طيبين.